طب سلام 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 عشان اصور. بعد الكورونا غير قبل الكورونا، البتاعه دي كفرت نص الكره الارضيه. تعال احكي لك قصه زوم. سنة 2011 مهندس اسمه إريك يوان بيسيب شركة ويبكس بعد ما اتباعت لسيسكو، وقرر هو وشوية مستثمرين صحابه قاعدين على القهوة، يعني شبهنا كده، يفتحوا شركة صغيرة، يفتحوا شركة تكون فيها حاجة مختلفة. إريك شاف إن كان في مشكلة كبيرة جدا في ويبكس، إن اليوزر اكسبيرينس بتاعها أو تجربة العميل مش أحسن حاجة ومش أسهل حاجة. بفريق صغير وبتيم صغير يبدأ إريك يعمل شركة زوم، وزوم كان فيها كونسبت واحد أو قاعدة واحدة أو دي إن إيه واحد. افتكر المعادلة دي، الاحتكاك يساوي صفر. طب الاحتكاك يساوي صفر دي حاجة ملهاش أي معنى، لا دي حاجة ليها معنى كبير جدا. فريكشن ايكوالز زيرو. أي حاجة ممكن تعطل الشغل ملهاش أي لازمة، أي خطوة العميل مش محتاجها، أي ضغطة بالماوس ممكن نعمل لها سكيب، هنشيلها عشان نسهل تجربة العميل. لو تفتكر يا صديقي سنة 2020 كان اللي موجود كان بابا السوق، كان وقتها ويبكس وكان وقتها في سكايب. من سنة 2011 وقت ما اتعملت زوم لسنة 2020 بدأ إريك يوان والتيم بتاعه يعملوا حاجة اسمها الفريميوم. أو إيه الفريميوم؟ حاجة شبه البريميوم بس الغلابة اللي زي حالتنا، أول 40 دقيقة ببلاش، وممكن تعمل أي ميتنج 1 to 1 أنت وواحد وببلاش تماما. فكرة الفريميوم دي خلت زوم توصل لأكبر عدد. المدارس، الشركات، العيادات، الجيمات، كل حاجة ممكن تجرب الفريميوم، حاجة أسهل، حاجة مختلفة، مش زي الحاجات المعقدة زي سيسكو ويبكس اللي محتاج إنك تتعاقد مع الشركة على إنك مؤسسة أو منظمة. لا، تنزل ابلكيشن بكل بساطة هتعمل ميتنج في 3 تكات. ولما حصلت أزمة الكورونا الناس كلها قالت إن إحنا عندنا عملاق جديد اسمه الويبكس، وكان في السكايب، كان وقتها في ناس كتير جدا بتسمع عنه بس مش ناس كتير جدا جربته. وسنة 2020 دي كان الانفجار العظيم وتغيير طريقة الشغل في العالم كله بسبب زوم ميتنج. إريك يوان كان عنده دايما قاعدة إن منتج واحد متقن أحسن من باقة أو باكج ممكن تبيعه للعملاء. طول ما انت هتعمل حاجة العميل هيستسهل انه يستخدمها وهيفضل يستخدمها قصاد اي حاجة تانية. زوم قللت خطوات العملاء للنص في الناس اللي كانوا بيستخدموا السكايب والناس اللي كانوا بيستخدموا ويبكس، وبالتالي الناس كلها بدأت تشتغل على الزوم. ومن هنا كانت بداية اللعنة على كل الناس اللي شغالة في الشركات، لان الموضوع كان سهل جدا، مش محتاج كيمياء ومش محتاج فيزياء. كل الشركات بدأت تتحرك من انها بتشتغل اون جراوند او ان بيرسون، انها بتشتغل بشكل فيرتشوال عن طريق الزوم ميتنج، لان احنا ممكن نعمله بكل بساطه. اليوزر اكسبيرينس واليوزر اكسبتنس ده علم موجود بشكل كبير جدا جدا في كل الشركات اللي ممكن تكون بتنجح. فكره ان الويب سايت ممكن يكون هو السبب ان حاجه تبيع لمنتج معين، فكره ان ابلكيشن جديد زي الزوم يخش في وسط العمالقه وياكل السوق بالكامل في وقت الكوفيد، فكره ان السوفت وير بتاعك الناس متعوده عليه، دي حاجه ناس كتير جدا بتغفلها، لكنها حاجه مهمه جدا لنجاح اي بزنس او اي شركه. عشان تتطور، عشان تتغير، مش لازم تخترع الذرة، يكفيك انك تشيل خطوة ملهاش اي لازمة فتسهل حياة الناس اللي معاك في الشركة، عشان تخترع اختراع جديد ممكن يكون نفس الاختراع القديم بس حاجة سهلة الناس تستخدمها بسهولة.